السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم اسماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التتمه ديال الفيديو السابق، وغادي نديروا الحشوه ديال البطبوط. غادي نقترح لكم جوج الانواع، وحده كتكال سخونه بالسوسيس والفرماج، وحده كتكال بارده بالطون والمايس. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم. غادي نخلي لكم المقادير بالصوت في نهايه الفيديو. نخليكم مع الطريقه. غادي نحتاجو 250 غرام ديال السوسيس. هذا خديته من عند لا فوندا، فيه الفيتا ولي زيبينار. الا ما لقيتوش شي سوسيس مزيان ممكن تستعملوا غير الكفته. غادي ناخذوه وغادي نخويوه من الداخل. ناخذ بصله كبيره مشلضه ونشحروها في شويه تاع الزيت حتى كتدبل، ونزيدو فيها الكفته ديال السوسيس ونبقاو نهرسوها بحال هكا باش تفرتت. منين طابت شي شويه غنزيدو فيها الربيع وجوج فلفلات مقطعين حمراء وصفراء. نديوهم ونجيبوهم واحد شويه ونغطيوهم ونقصوا البوطه ونخليهم يطيبوا. واحد الملاحظه، ما زدتش العطريه حيت اصلا السوسيس فيه العطريه ديالو. الا درتو الكفته زيدوا شويه العطريه. دابا غادي نزيد غير 50 غرام ديال الفرماج ونحرك بين ما يذوب ونطفي على هادشي. ودابا غادي نعمروا البطيبيطات بالخليط وهما واجدين. بالنسبه للحشوه البارده غادي نحتاجوا البوطه ديال الطون، الفرماج المخصص للدهن اللي تيكون منسم بالاعشاب، شويه ديال المايونيز، نص حك صغير ديال المايس، شويه الثومه غبره والمعدنوس غبره، هادو ماشي ضروري ديروهم. وفي الاخير غادي نحكو شويه البصله بالخل، او تقدروا ديروا الكورنيشون. حركوا مزيان حتى يبان لكم المكونات انسجموا. غادي نديروا معلقه ولا جوج من الخليط في كل بطبيطه على حسب الحجم ديالها. غادي نديروا فوق منها الخص يكون مقرد. هكذا نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو. كنوعدكم بان المذاق ديالهم كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر، وبصحه وراحه. في المكونات غادي نحتاجو بالنسبه للحشوه الاولى ربع ديال السوسيس اولا ربع ديال الكفته، بصله كبيره، فلفله حمراء وفلفله صفراء، المعدنوس، 50 غرام الفرماج احمر. وبالنسبه للحشوه الثانيه البارده غادي نحتاجو البوطه ديال الطون، المايونيز، المايس، البصله اللي كتكون بالخل، الثومه، المعدنوس والخس والجبل بالاعشاب.